دايما بنحن لأيام زمان، أيام البال الرايق والحياة البسيطة بكل تفاصيلها، وبنحاول من وقت للتاني نرجع نفتكر ذكريات حلوة. بس المرة دي مش هنرجع لوحدنا، لا، هنرجع كلنا راجعين. راجعين مع دعاء عبد الملك. راجعين. راجعين إعداد الكاتب الصحفي وسام سعيد. راجعين. في نوعين من نجوم الفن والسينما أو المبدعين عموماً في أي مجال. نوع بيكتشف موهبته وبيجري وراها وينميها ويطورها ويشتغل عليها، ونوع تاني الموهبة هي اللي بتطرده وتصحيه من النوم وتفرض عليه شكل حياته ومستقبله وتوجهه إنه ما ينفعش يبعد عنها. نجم حلقتنا النهاردة هو سوبر ستار سينمائي من النوع التاني، صاحب الموهبة اللي دماغهم من وهم صغيرين بتفضل شغالة ومزدحمة بالأفكار الحلوة والطاقات الكامنة لحد ما يجي اليوم وتلاقي مخرج وانطلاقة، وساعتها محدش بيعرف يوقف نجوميتهم. نجم حلقتنا النهاردة واحد من قامات الكوميديا في تاريخ السينما، الفنان الكبير أحمد حلمي. طب سمعني أحلى صدى صوت بقى. 1 2 3. أيوة أسمع. يلا معايا أسمع. في بداية الألفينات كان اسم أحمد حلمي على أفيش فيلم يعني نفاذ مبيعات التذاكر وامتلاء قاعات العرض، حفلات متتالية وصعوبة في الحجز، والدخول مش بس في سينمات القاهرة، لا، ده في كل دور العرض في مصر، في اسكندرية والمحافظات والساحل الشمالي ومدن قبلي وبحري. كان أحمد حلمي بلا منافس ولا منازع موضع تساؤل الجمهور والمنتجين والمخرجين. يا ترى ايه جديد أحمد حلمي السنة دي؟ وزي ما قلت في بداية حلقتنا إن حلمي من النوع التاني، فتح الباب لموهبة بتخبط على بابه من سنين وهو صغير، واكتشف نفسه من بدري وهو بيطلع السلم من أوله لحد ما بقى نجم مصر في الفترة ما بين 2003 لحد 2011. هتصطاد الجمبري والسنبت، طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز. الجميل في مشوار صعود النجم أحمد حلمي إنه on the spot من أول لحظة وأول ظهور، بمعنى إنه بداية شهرته برنامج لعب عيال واللي لفت انتباه الناس بيه وعرفهم بنفسه. ورغم إن البداية ما كانتش في التمثيل، كانت في الإخراج التلفزيوني، لكن دماغ حلمي اللي طول الوقت بتفكر تنطلق إزاي وتعدي مراحل كانت هي الدافع ليه لدخوله عالم التمثيل والنجومية المطلقة في مطلع الألفينات. نتكلم شوية يا ستي عن ايه؟ عن المدرسة. تعالوا مع بعض نرجع بالسنين ونشوف بدايات أحمد حلمي سنة 93 لما قام بأول أدواره الثانوية في مسلسل ولاد ناس مع كرم مطاوع ونادية لطفي، وده أول ما اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور. طب نرجع كده كمان كام سنة وقبل الكلام ده بكتير، كان أحمد محمد حلمي عبد الرحمن عواد اللي اتولد في 18 نوفمبر 1968 في مدينة بنها محافظة القليوبية، هو الابن الأوسط بين 3 إخوات، خالد وأحمد وسالي. عاشوا في السعودية كام سنة بسبب شغل والده هناك، وكان عمره 6 سنين، ودرس في مدينة جدة وعاش هناك 10 سنين كاملين. وهو دايما بيتكلم ويحكي عن طفولته في جدة وذكرياته الجميلة مع المجتمع السعودي وحبه ليهم، لدرجة إن أهل جدة كمان بيبادلوه نفس الحب، وده بيبان كل سنة في موسم الرياض. انا كنت عايش كمان في جدة مش في الرياض، جميلة جدا، وانا ما شاءش الحظ ان انا اجي الرياض وانا عايش ايام ما كنت عايش في السعودية. يعني كنا بروح يا مكة يا المدينة وقاعدين في جدة. وبعد دراسته الثانوية رجع أحمد حلمي لمصر والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور وتخرج منها، وبدأ عمله كمهندس ديكور لفترة، وبعد كده مخرج لبرامج الأطفال في الفضائية المصرية، ثم مذيع في القناة الفضائية المصرية في برنامج دربكة. وهنا بقى نقف وقفة، لأن اللي هيدور على حلقات دربكة ويتفرج عليها هيكتشف كلامي اللي قلته في أول الحلقة، وإن حلمي موهبته دايما بتدفعه وبتدور عليه. في دربكة حلمي بين قدرات مختلفة في إخراج البرامج اللي كانت ساعتها وفي الوقت ده تقليدية جدا وكلاسيكية، بتقدم المذيع والسكريبت والضيف بطريقة نمطية ثابتة.
لكن حلمي في دربكة كان أول واحد ياخد المحتوى الكوميدي ويحاكي البرامج الساخرة الأجنبية ويعمل حاجة شبهها في الوقت ده اللي طلع فيه جيل كامل من المبدعين الشباب في قنوات النيل المتخصصة، وكان لازم يقدموا أسلوب ونموذج مختلف وغير كل اللي بيتعمل في القنوات القديمة. أقدر أعرف حضرتك بتعمل إيه؟ ثانية واحدة خليك معايا. حضرتك بتعمل إيه بس عايزين نعرف؟ يعني انت شايفاني انا بعمل ايه؟ انا بتكلم في التليفون. بعد شهرة حلمي في لعب عيال استغل البرنامج في أشكال تانية زي من سيربح البونبون وشوية عيال وحلمي أونلاين. السؤال الخامس. أنا بكلمك. استنى أكلم. نعم يا بابي بنبتدي أهو. بعد ما استنفذ حلمي كل أشكال برامج الأطفال كان لازم يفكر في المحطة اللي بعدها وما يوقفش عند حدود الإخراج التلفزيوني، فقرر إنه يدخل عالم التمثيل وياخد التحدي الكبير ده مع نفسه. وكان عارف كويس إن القصة مش سهلة، لأن الوقت ده كان الزعيم عادل إمام هو ملك الشباك والإيرادات، وبعده في جيل كامل متعطش وما خدش لسه فرصته، ويجي بعدهم ممثلين الأدوار التانية اللي مستنيين هم كمان فرصتهم، وبعد كده المبتدئين في المجال. وفعلا مع انطلاق سينما الألفية الجديدة اللي كسرت الحواجز قدام الجيل الجديد بعد فيلم إسماعيلية رايح جاي وصعيدي في الجامعة الأمريكية، كان لازم أحمد حلمي يلحق ينط في القطر لحسن يفوته، قطر النجوم الشباب ساعتها، وهم هنيدي وعلاء ولي الدين وأحمد السقا ومنى زكي وحلا شيحة وحنان تركي وطارق لطفي وغادة عبد الرازق وكريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وغيرهم كتير. وكانت مشاركة حلمي مميزة في فيلم عبود على الحدود لما شارك علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز البطولة، ولفت أنظار المتابعين بأدائه الكوميدي ونضارته وحركاته. خلي بالك من الموزامبليه. اوكي ما تقلقيش، ده انا بعون الله هعمل لك موزامبليه ما عداش على راس حد خالص قبل كده. وده خلى فيه كيمياء مشتركه بينه وبين علاء ولي الدين علشان يختاروا في اقوى افلامه سنه 2000 ويكون صديق البطل في الفيلم، يعني مساحه كبيره في الظهور. وكانت شخصيه عاطف اللي قلبت الدنيا وحبها الجمهور، وده كان اول شراره للتنافس الكبير اللي حصل بين النجمين الكبار محمد سعد واحمد حلمي على صداره شباك التذاكر. انا من رأيي ان الوزارة تدخل نظام الاحتراف في المدارس علشان نقدر نشتري طلبة من بره. وبعد نجاح الناظر اللي كسر الدنيا ولفت انتباه الجمهور لصاروخ كوميديا بيترقب فرصته، توالت العروض على أحمد حلمي، ومش بس في الإطار الكوميدي. وشفنا ازاي المخرج طارق العريان شافه في دور غير كوميدي وخلاه يقوم بمشاركة هاني سلامة وحلا شيحة في فيلم السلم والتعبان، وكانوا الاتنين ساعتها من نجوم المرحلة دي. وبالفعل نجح حلمي في الدور وكان لايق عليه جدا. ايه يا ابني مالك مقرف كده ليه؟ مفيش حاجة كويسة؟ ما تاخدها يا ابني تعالجها بره ولا حاجة. وفي نفس السنة برضو 2001 قرر الميجا ستار محمد فؤاد بكل وزنه الفني ساعتها إنه ياخد حلمي كصديق للبطل في فيلم رحلة حب. ونقدر نقول إن حلمي نجح في الدور رغم عدم تحقيق الفيلم للإيرادات المطلوبة من صناعه. شفتك فين قبلك كده؟ ايه في ايه؟ معرفش، واحد بيغرق جنبي باين ولا ايه؟ وبحب كل ما فيا بقلبي روحي وعينيا. بعد سنة 2001 واللي كان وشها حلو على حلمي، كان لازم يفكر ومعاه المنتجين والمخرجين في بطولة منفردة ومطلقة لوحده. ويمكن ساعتها كان الأمر مغامرة وعجيب شوية، لكن بالفعل تم سنة 2003 لما اختاروا المخرج محمد النجار والكاتب أحمد عبد الله، واحد من أهم مؤلفي الأعمال الكوميدية في الفترة دي، علشان يقوم ببطولة الفيلم الجديد ميدو مشاكل. الاسم في البداية أوحى كده للناس إنه عامل حاجة للأطفال علشان بدايته، لكن الجمهور اكتشف إن دي أول محطة صعود لنجم كوميدي صارخ احتل الصدارة بعد كده. المهمة كبيرة وصعبة، وبعد التحريات اللازمة البلد اختارتك لتنفيذ المهمة. ومين في البلد بالتحديد يا فندم اللي اختارني؟ في سينما حلمي الأطفال تيمة مميزة لدرجة إنه ما تخلاش عن الأطفال وحبه ليهم وبدايته معاهم، وفضلوا في باله لما اختار نوع من السينما تميز بيه، وهو السينما النظيفة العائلية اللي تدخل كل بيت. وكان ذكي لما عرف يستقطب الأطفال كجمهور موازي بيجبر الكبار على إنهم يروحوا السينما ويشوفوا الفيلم.
وعلشان كده فضل حلمي مسار إعجاب للكبار والصغار، وأفلامه عائلية لكل الأسرة، لا تسمع فيها إفيه يخدش الحياء ولا كلام متداري بيحمل معنيين. انا لما حبيبتي هتكبر والنعمه لا تاكل الجو، في جمال كده الله اكبر، يا دوبك ابربش تحلو، دي في كفه والبنات في كفه، اتولدت بسبوسه في اللف، يومها كان بيبي في المستشفى، وقعوا بعض اما شافوها في التو. في نفس السنة وقبل الضجة اللي عملها فيلم ميدو مشاكل اللي قدر يحقق إيرادات 10 مليون جنيه، قدم حلمي بطولة مشتركة مع مجموعة من الفنانين بفيلم من علامات سينما الألفية الجديدة وقتها، لأنه من الآخر بيضم كوكبة ومجموعة من أهم نجوم ونجمات السينما الجديدة، وهو فيلم سهر الليالي. سهر الليالي كان حالة سينمائية منفردة، وكان بداية تألق ونجومية السيناريست تامر حبيب، واللي كأنه فصل كل دور على كل ممثل مناسب ليه، وقدر حلمي يعمل دوره ببراعة، وحصل على جايزة عن دوره فيه من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، ولكن فضل برضه مصر على إنه نجم كوميديا من نوع مختلف. ده ما علشان علي حبيب القلب القديم قاعد، يبقى لازم يشوف منتهى السعادة الزوجية اللي حضرتك بتمنحها لي كل شوية. أحمد حلمي كان بيدور على ستايل خاص بيه ويبقى نموذج في الإفيهات والإضحاك غير المنافسين ليه ساعتها، واللي كانوا بيتسابقوا على صدارة شباك التذاكر، وعلشان كده قام ببطولة فيلم صايع بحر سنة 2004، وبدأ يبقى له جمهوره الخاص. بس لسه ما كانش عمل ختم أحمد حلمي المميز على أفلامه، ولسه ما انطلقش الانطلاقة اللي خلته فرق عن منافسيه. والعياذ بالله من قولة أنا البحر في أحشائه الضر كامل يا غدا. ولما نقول ستايل أحمد حلمي يبقى نقصد خط واحد ومنحنى صاعد، بدأ تحديدا بفيلم زكي شان سنة 2005 وانتهى بفيلم إكس لارج سنة 2011. ومن زكي شان لحد إكس لارج كان أحمد حلمي ملك متوج على عرش الكوميديا، وفارق عن كل نجوم المرحلة بأرقام ومسافات. في فيلم زكي شان أعلن حلمي عن أسلوبه الجديد اللي هو الفيلم العائلي اللطيف اللي تدخله كل الأسرة ويكسب بيه الأطفال والكبار، ويقدم فيه أغنية تجارية تتسوق في أعياد الميلاد والحفلات وتتصور ككليب منفرد، وبيضم الفيلم حتة حزينة وتراجيدي بيجدها حلمي ببراعة ويجبرك على البكاء والتعاطف معاه، وبعد كده النهاية السعيدة اللي كل جمهور الفيلم عايزها. التوليفة دي قدر حلمي يعمل بيها مدرسة خاصة. مين اللي جاب الكلب ده؟ شيرين؟ أيوة شيرين اللي جابته، بس ده مش موضوعنا يا باشا. المصيبة دلوقتي إن في كلب في البيت. مشي حلمي على نفس المنوال في أفلام جعلتني مجرما ومطب صناعي وظرف طارق، وفي الثلاثة كان فيه نفس التيمة مع تغيير القصة والشخصية والإفيهات، وارتفعت إيرادات حلمي ووصل سعره في الوسط للأعلى بشكل مطلق. كنموذج كده الأسلوب حلمي المميز على الإضحاك بدون إسفاف وبراعته في كوميديا الموقف، لقطة شريط الكاسيت في فيلم ظرف طارق لما كان بيرميه ويرجع له تاني. اللقطة دي كان الجمهور بيدخل علشانها الفيلم مرة واثنين وثلاثة علشان يضحك من قلبه. مش فاتح ده، انا فتحت لك باب الكاسيت عملت فيا كده، اما لو فتحت لك باب الشقه هتعمل فيا ايه؟ سنة 2007 وبعد ال3 أفلام دول اللي كان بيجمعهم تقريبا أسلوب واحد، نرجع تاني لدماغ أحمد حلمي اللي ما بتبطلش تطوير ولا تفكير، لما قرر يغير الستايل ويعمل أفكار جديدة ويدور على سيناريوهات غير تقليدية. حتى البنت اللي كانت بتشاركه الفيلم كانت مفاجأة لما اشتغل مع منة شلبي اللي كانت ساعتها متألقة في أدوار الرومانسية والتراجيدي، وبالفعل بدأ مرحلة جديدة نقدر نسميها مرحلة كده رضا. مسهرني طول الليلة استناك وجاي متأخر عن ميعادك وعايز تبيع لي تمر هندي. ذكي انت ذكي وذواق، وانا كنت خايف من كده على فكرة. ده نبيذ قبرصي جديد بطعم التمر هندي. كده رضا ما كانش مجرد فيلم، لا ده كان حالة سينمائية في العالم العربي كله، وخلى شهرة أحمد حلمي في كل البلاد العربية، وتقريبا كانت المهمة المستحيلة إن حد ينزل ويحجز تذكرتين في الفيلم ده. ومن كتر ما كسر الدنيا استمر في دور العرض فترة طويلة وحقق إيرادات مهولة تخطت 20 مليون جنيه في مصر، وقال عليه النقاد إنه واحد من أكتر الأفلام
أفلام مبيعاً في تاريخ السينما المصرية، وإنه الفيلم الأكثر حضوراً وشعبية سنة 2007. علشان كده اختياراته بعدها كانت أصعب وأصعب، يا إما يكمل صعود يا يضيع كل اللي عمله. وفعلاً كانت المحطات اللي بعدها أقوى بكتير، واستمر حلمي في صعوده بقوة لما عمل فيلم مختلف فيه بصمة تراجيدية حزينة، وقدر يدمجها مع بصمة كوميدية ويطلع بفيلم رائع اسمه آسف على الإزعاج سنة 2008. انت فاكراني اتجننت وجابالي دكتور نفساني؟ كنت فاهم ان هم مشوني من الشغل علشان كده تبقى غلطانه. انا سبت شغل بمزاجي علشان انا عاقل مش مجنون. روعة آسف على الإزعاج إن حلمي حافظ بيه على جمهوره وطور من أدائه وحط نفسه في مصاف النجوم بجد، والممثلين اللي عندهم إمكانيات كبيرة في التمثيل لما عمل الدور النفسي المركب، وفي نفس الوقت كان بيقدر يضحكنا وهو قدام الراحل محمد شرف صاروخ الكوميديا الجميل. الفيلم حقق إيرادات فوق 23 مليون جنيه، وحصل بيه أحمد حلمي عن دوره على جايزة من المركز القومي للسينما وجايزة من المهرجان القومي للسينما المصرية. بعد آسف على الإزعاج وتفوق حلمي على محمد سعد وهنيدي، ومش بس دول، على كل نجوم السينما ساعتها، قدم مجموعة من النجاحات المتوالية والصعود القوي المنظم. فقدم سنة 2009 فيلمه الرائع ألف مبروك، اللي كان بينتمي برضو للكوميديا السوداء، ودي كانت نقطة انتقاد بعد ما قدم دور حزين وسوداوي في آسف على الإزعاج. فالجمهور خاف لحلمي يحترف الأدوار دي ويكمل فيها. النهارده فرحي سيبوني براحتي شويه، وبعدين انت نازل رايح شغل يوم فرحي برضو. معلش يا سيدي استحملنا شوية. في الفترة دي كان كل المؤلفين وكتاب السيناريو الجدد والقدام، والمخرجين الجدد والقدام، والمنتجين الجدد والقدام، وكل الكومبارسات والنجوم بيتهافتوا تهافت علشان يشاركوا أحمد حلمي في دور من أدواره، لحد ما جه دور النقلة النوعية الكبيرة اللي قدم فيه أحمد حلمي أهم أعماله على الإطلاق، وواحد من أقوى أفلام السينما المصرية، وهو فيلم عسل أسود. عسل أسود كان ولا زال واحد من أجرأ الأفلام المصرية اللي بتكشف سلبيات كتير في المجتمع المصري في وقتها، واعترضت الرقابة ساعتها على اسمه مرة واثنين وثلاثة، وعلى مشاهد بعينها تم حذفها، وفي الآخر برضو طلع لنا تحفة فنية، ولحد دلوقتي بيتذاع كل عيد وكل رمضان، وبنشوفه وبنستمتع بيه وبموسيقى عمر خيرت الجميلة. هو احنا يا ابني قصرنا معاك في حاجة؟ ما انت وسطينا اهو. وسطيكوا؟ بعمل ايه بقى انا وسطيكوا؟ ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيكوا انا؟ بعد عسل أسود قدم حلمي فيلم مجنون ومشاغب زي دماغه، وهو فيلم بلبل حيران، وكان من أجمل وألطف أفلامه، واللي احتوى على كمية إفيهات فضلت عايشة معانا سنين بعده، زي إفيه اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. وشاركوا في البطولة زينة وإيمي سمير غانم وشيري عادل. كل اللي فات حمادة وكل اللي جاي حمادة تاني خالص. وبعد بلبل حيران اتأكد النقاد وأجزموا بحقيقة إن حلمي ركب ومش هينزل تاني، وإنه شخص بيعرف يختار أعماله وبيقدر يحط إيده على السلم النجاح والصدارة. والدليل فيلمه اللي عمله بعد أحداث 2011 واللي وقعت سوق السينما وخلت الوسط كله في حالة ارتباك واضحة. نزل حلمي عكس التوقعات وعكس التيار السائد، وكسر الدنيا بفيلم تاريخي محدش يقدر ينساه في سجل الأعمال الكوميدية، وهو فيلم إكس لارج سنة 2011 اللي تربع بيه على عرش الإيرادات في الموسم السينمائي بتحقيقه إيرادات تجاوزت 29 مليون جنيه. قدر حلمي يقدم شخص تاني غيره أصلاً، وهو شخصية مجدي التخين اللي مستحيل تحس إنه أحمد حلمي إلا من صوته، وما ظهرش بشكله الحقيقي إلا في آخر الفيلم بعد ما خس. الفيلم ده تحول لمرجعية لكل مرضى السمنة في العالم، ورسالة تحذير في إطار كوميدي ساخر إن حياتهم مصيرها الدمار والنهاية وفقدان الحب والشغف. أنت بتعمل إيه؟ بطنحهم. أنت كده هتتعب في الصياعة. أعمل إيه يا صبري؟ أول يوم ده أصله بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزة. أحمد حلمي فنان من طراز خاص، لازال جمهوره من المحيط للخليج منتظرين عودته بقوة ودخوله من جديد حالة التألق غير العادية اللي كان فيها، لأن في ناس كتير لما توقعوا ظهور خليفة للزعيم عادل إمام كانوا بيقولوا هيكون أحمد حلمي. ونتقابل في حلقة جديدة وراجعين. دعاء عبد الملك. راجعين